6 سنين عنده سكر من النوع الأول، والسكر النوع الأول أنا ما كنتش أعرف عنه كتير. بس لما عرفت فهمت إن السكر النوع الأول الجسم مش بيخرج أنسولين، عكس ما أهلي كانوا مفهميني. وأهلي كانوا مفهميني إن بعد فترة أنا هاخد حبوب، أو يعني ما عادش هاخد أنسولين تاني، وأعيش حياة طبيعية سنة ولا 2 ولا 3 سنين وهرجع تاني كويس. والموضوع ده أنا كنت بسمعه من أهلي، وكنت بسمعه من الناس اللي حواليا. فخلاص لما عرفت الحقيقة ان انا هفضل طول حياتي امشي بالنظام ده، ان انا اخد انسولين، طب خلاص اكل اللي انا عاوزه، مش مهم اظبط السكر، اخد الانسولين لما افتكر كده ولا كده، خلاص انا شوية وهموت، فمش مستاهلة. بس انا في الفيديو بتاع النهاردة جاي اقول لك ان انا بقالي حوالي سنة، من سنة لسنتين مظبط مستوى السكر عندي. وجاي اقول لك انت ليه لازم تظبط مستوى السكر. مش جاي اقول لك كلام طبي وصحتك هتتدمر والكلام ده كله، انا مش بتاع الكلام ده، انا مجرد شخص عنده خبرة. ففي الفيديو بتاع النهارده اقول لك على 3 حاجات، 3 حاجات لازم تظبط مستوى السكر علشانهم. في الاول خالص انا اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي 6 سنين زي ما قلت لك. بشاركك على القناه دي تجربتي كشخص متعايش مع مرض السكر، وازاي قدرت احسن مستوى السكر عندي واوصل لشكل جسمي كويس، واوصل لتعايش الحمد لله مع المرض السكر. وقدرت اللهم لك الحمد اساعد ناس كتير بالموضوع ده، اذا كان عن طريق المحتوى او عن طريق الكونسلتيشن اللي هو اللينك بتاعها موجود في البايو لو حابب تحجز ميعاد. بعلمك كل حاجة انت محتاجها علشان تعرف تعيش مع مرض السكر حياة احسن. كل ده عبارة عن مكالمة، ممكن تستفسر تحت، موجودة تحت في الديسكريبشن. ابعت لي رسالة على الواتساب او الانستجرام. فيلا بينا نبدأ في الفيديو. على اول حاجة علشان تعرف تخرج، هتقول لي اخرج ايه؟ هقول لك بكل بساطة، انا كشخص عنده سكر، في قبل ما اظبط مستوى السكر، قبل ما اعمل كل حاجه، انا كنت بخرج من البيت مرات تتعدى على الاصابع. يعني في ال4 سنين دول خرجت عدد مرات تتعدى على الاصابع. وكنت كل مره اخرج احلف بالله ان ده اخر مره اخرج فيها تاني بمعنى الكلمه. ليه؟ لان وانا خارج فجاه السكر عالي جدا 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 بشكل مجنون، سكر 400 ولا 500. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ افضل رايح جاي على الحمام، فاهم؟ فلو انت خارج مع اهلك، لو انت خارج مع اصحابك، ايا كان هم بيحبوك قد ايه، برضه هيحس ان هم محبوسين وهم معاك. فموضوع ان انت تظبط مستوى السكر ده في الحته دي بالذات، انا كان عندي مشكله فيها جامده ان انا ما كنتش بخرج. كنت بخاف اخرج السكر يوطى، مين اللي هيلحقني؟ السكر هيعلى، افضل داخل الحمام مش هستمتع مش هعيش. انا خارج علشان اكون مبسوط ولا اكون حزين؟ فموضوع الخروج ده من اول الاسباب اللي لو انت بتواجه فيه مشكله انت لازم تحله. كنت انا بحله ازاي؟ بحله عن طريق ان انا ما اخرجش. لكن فهمت ان انا دلوقتي بهرب من المشكله، انا مش بحلها، انا بهرب. دلوقتي انا مش بخرج، بس لو خرجت عادي جدا مفيش مشكله، لان انا عارف ان انا هبقى انسان طبيعي اكتر منهم، اكتر من الناس اللي انا خارج معاهم. فموضوع الخروج ده اول حاجه كنت بعاني منها. تاني حاجه، وركز فيها كويس، علشان اهلك. ازاي علشان اهلك؟ علشان اهلك لما بيشوفوك مش مظبط السكر وكل شوية تعبان، صدقني حتى لو هم مش بيبينوا، حتى لو هم بيعملوا ايه، حتى لو هم بيتعصبوا عليك، صدقني اي ردة فعل بيطلعوه بيكون شيء يغطي المشاعر اللي عندهم، يعني ناحية الموضوع بتاعك. هم عارفين وقاريين وفاهمين ان الموضوع ده بيأثر على صحتك ويأثر عليك لما تكبر لو انت مظبطوش. لو انت مظبطتش مستوى السكر اثر عليك لما تكبر، واثر عليك في حياتك، اذا كان في حياتك الزوجيه، اذا كان في ايا كان، اثر على حياتك كلها. فعلشان اهلك، علشان اهلك لما انت بتروح المستشفى هم بيقفوا بره، بيحسوا ان الذنب ذنبهم، هم بيحسوا بحزن مش طبيعي لما بيشوفوك متدمر بسبب المرض ده. والموضوع ده انا عرفته مني نوعا ما بشكل بسيط، وعرفته يعني من ناس تانية ومن تجارب ناس تانية، انه بيكونوا الاهل بيعاملوا اولادهم بشكل ممكن نقول غلط نوعا ما، اللي هو ما تاكلش، ما تعملش، ما تخرجش، ما تعملش حاجات من دي. كل الكلام ده كله علشان هم اكيد يعني مش عايزين يحرموا ابنهم، ده هم بتقطعوا بسبب حاجه زي كده، هم عايزين ابنهم يبقى احسن من الانسان الطبيعي. وفي ناس كمان بتصوم عيالها في رمضان رغم ان هم مش قادرين، بسبب ان هم مفكرين ان هم لما يصوموا هيبقوا كويسين وربنا هيشفيهم من مرض السكر. مش فاهمين الموضوع ده غلط، وده موضوع هنعمل عنه فيديو قبل رمضان برضه، موضوع الصيام. انا بقى كان على النحو الاخر نوعا ما، انا كانت والدتي كانت بتخليني اكل اللي انا عاوزه عادي، كنت بزود جرعة الانسولين عادي، كان سكري بيعلى، بس الفكرة ان هي مش عايزة تحسسني بالنقص،
هي عارفة ان انا ممكن ازود جرعة الانسولين، ممكن اعمل اي حاجة ايا كانت، ولحد دلوقتي ممكن اكل برضو اللي انا عاوزه، بس مش بدوس قوي زي زمان علشان ما بقاش مختلف عن اخواتي او على اي حد حواليا. دي برضو وجهة نظر غلط، نوعا ما غلط، بس بالنسبة للاهالي انا اللهم لك الحمد والشكر اللي كان اهلي كده. فتاني حاجة، لازم تظبط مستوى السكر، مش علشانك المرة دي، علشان اهلك. تالت حاجة ومش عايزك تفكرني فيها يا شيخ، تالت حاجة بتقول علشان صحتك مش بتاعتك. ازاي؟ ربنا رزقك بالجسم ده ورزقك بالاعضاء اللي في جسمك دي كلها. انت تعرف ان لو السكر مش متظبط، اقدر اقول لك 99% من وظائف جسمك كلها هتتدمر، او اقدر اقول لك 100%. انت دلوقتي كل جزء في جسمك يعتبر محتاج ان هو يتغذى، والانسولين هو اللي مسؤول ان هو يودي الاكل الخلايا فجسمك يستفيد منه الخ. فمن الاخر لو سكرك مش مظبوط، شويه عالي شويه واطي، متدمر، انت بتدمر صحتك، وصحتك مش بتاعتك. صحتك امانه ربنا مديها لك، امانه هي مش بتاعتك، وربنا مديها لك، فلازم تحافظ عليها، لان هي زي ما قلت لك هي مش بتاعتك. وغير كده، غير ان هي امانه وغير الموضوع ده كله، هتقول لي انت هتعمل لي شيخ، اقول لك بكل بساطه لو صحتك تعبانه صدقني انت مش هتقدر تعمل اي حاجه في حياتك. اي حاجه انت عايز تعملها ايا كانت مش هتقدر تعملها. هتعمل ايه وانت هدفك انك تبقى مليونير وانت مش قادر تتحرك من مكانك ونايم في المستشفى؟ فيعني صحتك مش بتاعتك، زائد يعني استغفر الله لو هي بتاعتك انت وعادي تعمل فيها اللي انت عاوزه، يا عم انا حر، حتى في الجزء ده انت هتتدمر وحياتك كلها هتتدمر، فصحتك مش بتاعتك. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، هما التلات حاجات. حاول انك تبعت الفيديو ده لاي حد تعرفه عنده سكر، او اتفرج على الفيديو تاني، ايا كان انت هتعمل بالفيديو ايه. حتى لو انت مش عندك سكر ودخلت وضغطت على الفيديو ده فضول، اعمل لايك علشان الفيديو يظهر للناس اكتر. وبس كده، لو انت حابب تحجز استشارة معايا سايب لك اللينكات تحت في الديسكريبشن. ممكن برضو لو انت مش حابب تحجز، انا عندي قناة على الواتساب سايبها لك برضو في الديسكريبشن، او تواصل معايا ادخلك فيها. القناة دي بنزل عليها معلومات لمرضى السكر بشكل يومي. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو والله كان نوعا ما مفيش سكريبتات، انا كاتب بس النقطة اللي انا اتكلم فيها وبطلع اتكلم حتى في كل فيديوهاتي كده. وبس كده يا وحوش، اشوفك في الفيديو الجاي. اعمل لايك، اعمل اشتراك، وبس كده. سلام.